الجمال. اويلي تختاري بين الناس، يا شلات حسينه، يا الشلاغم، يا الروجه، يا الهوليود سمايل. مريض. دابا حنا ملي كنشوفوا شي واحد زوين. صوفيا القطار اللي حطيتي مؤخرا كتقولي لهم ردوا البال منه. الفلوس، واش واحد كيعطيك 1000 دولار تيقول لك ما ديرش بروتيكسيون، انت غادي تمشي ديري ب 1000 دولار؟ واش 1000 دولار هي غتضمن لك مستقبلك، هي اللي غتضمن لك حياتك؟ انت قحبه، انت زامل باغي تخرج بالفلوس، راه حتى حنا خرجنا الفلوس، ولكن كنا تنديرو بروتكس. قسما بالله وصال كذب عليكم كذاب والله. ونحسب لك، شوفي قسما بالله ونحسب لك الزبوبه اللي يدخلوا في زكوي نمشي عليهم على رجلي نوصل للميريكان. ولكن كنت كندير بروتكس، ما نكذبش عليك. بروتكس 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 بروتكس. سالينا البنات الدراري المجتمع المهم، الله يرحم لكم الوالدين، ديروا بروتكس. واحد الحاجه صوفيا الناس اللي كيتعاطاو راه ما كيديروش بروتكس، هما اكثر وحدين ما كيديروش بروتكس. هاي نقطه ثانيه، يعني لازم العالم ينتبه. اللي عم يجوا على اسطنبول. حبي شوفي واش كتعرفي هذه البنت راه اليوم حطيتها في السناب، كتعرفيها؟ ما عرفت، بحال دايزه ليا، بحال شايفاها. ويلي روان. شوف شنو كتكتب ليا. عرفتي كي كتمسكينه كيعود النود بسبب المخدرات، والحمد لله بدعدات على المخدرات. والمشكله عرفتي شنو هي الخيبه وصال؟ جبتها هي وصاحبتها، هي عندها بنيه وصاحبتها هربت لي من الدار، وهذه بقات معايا شهرين. هذه تبارك الله برات مشات للمغرب، ما بقاتش مدمنه المخدرات، صيفطها للمغرب هي وبنتها. الحمد لله باقي متكلم فيهم كلشي، راه الناس اللي متابعيني في الصناب عارفين بنتها. ما فهمتش مصدومين قد من هنا. والبنت الاخرى اللي صاحبتها هربات، شنو طرا ليها وصال؟ ماتت بالسيده. ميليسا عارفه اللي علاش كنهضر؟ شوفوا مهما درتو في المخدرات، عارفه انا ناس معانا هنا كنهضروا. اجي ميليسا. عندهم مع المخدرات وصعاب وداكشي، مهما درتو اقوى حاجه كنوصيكم ما تقيسوش ليها هي الشابو. اقوى حاجه تقدروا تحيدوها هي الشابو. الايس خاطر. راه الايس. هي الحكومه جات البرقاقه. راه الشابو صوفيا. شوفوا هو الايس. ردوا بالكم، نحن بدنا نهضر على هذا. شي واحد تجربه ولا شي حاجه، اصعب اقلاع هو الاقلاع على الايس. الله يستر. انا يمكن حكيت تجربتي بهذا الموضوع. الحكومه هي الزامل. الحكومه هذه صاحبتي ميليسا راه راجل داير في راسو الضحك. لا مش راجل، انا راجل ورجعته صوفيا، مرة رجعته قمه الانوثه. حبي انا حكيت يمكن قبل. بتعرفوا من اول ما تعرف، يعني من اول ما حكيت على الموضوع، انا تجربتي مع هذا الشيء اللي عم تحكي عنه المخدرات. بليز يا ناس اللي عم يجوا على اسطنبول لا ياخذكم الهوى والناس لكم تعالوا جربوا وتعالوا خذوا وتعالوا هيك. ترى في ناس كثير نحن بتعرفهم صوفيا وبنعرفهم، بيجوا على صوفيا بقول لها نحن جينا اسطنبول بحال انه زياره وتعلقنا في هذا الشيء ومو قادرين حتى نرجع للمغرب ولا نرجع لشغلنا في الخليج ولا نرجع. وكاين الناس اللي جاتهم امراض، اللي جاتهم منها مرض الايدز بسبب المخدرات. على فكره باش تعرفوا علاقتي انا بميليسا، ميليسا كنت كنعرفها من 4 سنين. هي اختارت الادمان على المخدرات وانا اختاريت الشغل. مشات الايام وجات شافت اول شي حاله روان، شافتها لما راحت المغرب وكيف ولات في السناب وتبارك الله كيف تبدلات، وهي تجي عندي في وسط رمضان قالت لي صوفيا ارحميني الله يرحمك. قسما بالله جات عندي في وسط رمضان. تخيلي السيد غيجي عندك في وسط رمضان. وشكون اللي جا عندي؟ جات عندي هي وواحد الشيميل مغربي ملك الجمال. داك الشيميل كي داير داك الشيميل المغربي، انت كتعرفيها وصال؟ شكون كان في تايلاند. شكون اللي بلا ما نقولوا السميه لانه احترام العائله ديالو، اللي كيشبه الهايفا ماجيك بالضبط، عنده نفس الترمه نفس كل شيء، داك الشيء كبير. حبيبي بوست عرفتيه؟ بوغوس. عرفتو. وهذاك حبي جات هي وهذه بقات معايا، وديك المغربيه اسبوع وهربت ليا. تخيلي ما تقولش السميه. الصعب يقلع هو على الايس. وشوف هذه تبارك الله كي ولات. وديك المغربيه قسما بالله الا مول البارح شنو كانت ميليسا دايره؟ حبي شفتها شوشو صح؟ صارت عظمه. لا والتريكو التريكو ربطاته في شعرها، في رجلها شحاطه ديال بلاستيك ديال الحمام صنداله. لا ماشي شعر. انه على فكره عشان افهمك شيء، عاملتها للمغربيه احسن ما عاملتني، يعني لانه بنت بلد اول دلعتها وحطت لها خدامه وطباخ بس بالعادي وكل شيء، عرفتي؟ ومع ذلك هي تركت وانا ضليت. قسما بالله وهي تركتني وهذه بقات معايا.
وشوف هذيك كيفاش ولات هي بدارها. بعدين صار الدلع كله. ويلي قسما بالله. راه كنعرف ناس صوفيا والدري اللي مسكين اللي مات حدا محطة القطار. ويلي داك اللي في تايلاند يا ربي السلامه. اخبارك والله العظيم هادشي ما خصوش يتقال. عرفتي شحال عاونتو ماديا؟ عرفتي شحال عاونتو؟ والو. وشحال عاونوا ديال الناس وشحال داكشي. تنقول لكم ديروا كلشي اي حاجه تقدروا. وفين ولا كاين ناس مسكين كاين ناس الا الشاب. وعمركم في حياتكم يقول لكم شي واحد هاكم طرا ولا شي حاجه. ديروا مزاج، ديروا نفسي الكحول بيره، ديروا بيره، ديروا اي شيء عشان مزاجكم. تخيلي حبي، تخيلي حبي اخر مره في المغرب. تخيلي حبي اخر مره مسكين الله يرحمه كان تينعس في السكه ديال التران. والولد ملك الجمال تنقول لكم كان تينعس في السكه ديال التران وصيفط ليه الفلوس با مال دو فو. اخر مره صيفط ليه الفلوس وواحد البت حتى هي مشهوره في سناب شات مشات صورته لي قالت لي صوفيا راه هما فلوس كفينا هما. تخيل في السكه ديال التران ومن تحت الشجره وكيدير داك الشابو داك الايس. يلا عرفتي الصدمه. واش شي مسكينه وحق الله. وفين دفنوه في تايلاند يعني حتى ما مدفونش حدا والديكم وحق الله العظيم. بنادم راه داك الزمن يعني هلا نحن بدنا نحكي عن شغله لحظيه. نحن بدنا نحكي عن شغله تفيق من القلبه. بدنا نحكي عن شغله. كان مجتمع الميم ولا البنات ولا الدراري مثلا اللي بيطلعوا من بلدهم بيهاجروا او بيجوا على الغربه، يعني انت مغترب من ان كان من المغرب او من سوريا او من اي مكان، جاي لهون على اسطنبول، اغتربت وتركت اهلك، جاي لازم تشد الخدمه، لازم تدير على راسك، لازم تعمل شيء لمستقبلك، مش تدمر نفسك وتروح بالهاويه وتروح على طريق المخدرات وتروح على الطريق البشع هذا. اوكي لو حابب تعمل مزاج يا اخي كل اسبوعين ولا بالشهر مره ولا مرتين اعمل لك مزاج وسوي لك سهره، بس الباقي مش كل الوقت. الانسان لازم يعمل كنترول على نفسه. وصال الناس كيسولوني شنو هو الشابو، انا والله عمري ما شفته بعيني. هو ماده من ماده المخدرات، كان منشطات، هلا صار منشطات ومخدرات زي الحجر الابيض. غنشرح لهم انا اكثر. الشابو عرفتو بحال شكون اللي عارفه داك النسر عند العطار كيجي بحال الكريستال. النسر عند العطار كيجي بحال الكريستال. هذاك بحال هكاك داير الشابو كيحطوه في واحد القريعه وكيشعلوا فيه العافيه من التحت وكيجروا كيشبطوا. والله وحق الله شتيها صوفيا اقسم بالله العلي العظيم كنعرف بنات وحق الله وكنعرف دراري من قطر ومن الامارات لحد الان محبوسين في تايلاند. خسروا تصوري انت مكون عرفتي شنو هي مكون عائله، عندك وليدات عندك مراه عندك كلشي، ما قادرينش يمشيو محبوسين دابا في تايلاند بسبب داك الشابو. وحق الله هنا سامحيني. لا اله الا الله. الله يستر. شوفوا انا درته في اليود. هو هذا صح؟ ما بصير ترى يشوفوا على انستغرام بلكي. صح خلاص هم بيعرفوا بيسالوا. ديروها في جوجل حيت قراو عليه في جوجل راه كاينين عليه فيديوهات. واصلا كيتصايب من اخطر ماشي بحال الكوكو شانيل وداكشي كيتصايب زعما من شي حاجات كيتصاوب من مواد تنظيف ومن داكشي سام من مواد سامه. يعني حاولوا انكم صوفيا واشنو كيدير كيخليك مثلا مده اسبوع ميليسا بلا نوم النشاط زياده والنشوه زياده والسعاده زياده. شوف كاينين الناس قالوا لي بانه مثير جنسي صح ويسوي تيدير شهوه جنسيه بزاف. انايا المخدرات هما اكثر وحدين ما كيديروش بروتكس لانه كديك الاثاره الجنسيه فهمتي كتبقاي غير غاده ما حاساش. يا ربي السلامه. المهم هذه نصيحه للناس اللي متابعينا الله يجزيكم بخير. خصوصا انا عارفه راسي تابعيني بزاف ديال البنات بنات الهوى واولاد الهوى فالله يخليكم لانه حنا بالدرجه الاولى اللي غادي نقدروا نتصابوا بهذا الشيء ديال المخدرات وبهذه الامراض. استعملوا البروتكس وبعدوا على المخدرات. هذا الشيء اللي نقدروا نقول لكم. والله ردوا بالكم مهما كان الواحد وحده كتمشي تجري على رزقها وداك الشيء بعدوا من المخدرات. مهما بنات كيدبروا على راسهم كيسهروا وداك الشيء ما تبقاوش. حنا ماشي شريفات ما كندعيوش عفه. ردوا البال راسكم. عرفي راسك انك غاديك الوقيته ولا ديك البلاد غادي تضربي فيها شويه غتجمعي شويه وغادي ترجعي. ومنين غادي ترجعي الصحه اللي خاصها تبقى. هذه اهم حاجه. الانسان قبل ما يستثمر يبغي يستثمر في يعني يبغي يدير فلوس ديور الطوموبيلات داك الشيء اهم حاجه صحته. والله واختي لا اله الا الله. ايه ولا اله الا الله. حبي شكرا. يلا الزين ديالي خليت لك الراحه يلا عمري غنشوفوا في واش كاينه نطلع غنشوف شنو. يلا يلا الشغل بعدين طلعي اوكي.
بدي بس احكي عن نقطة، عن موضوع، لانه كثير. اول شيء بالنسبة للسناب شات حق صوفيا، الناس اللي بيكلموها بنشان الشغل، صوفيا ما عندها الوقت ترد عليكم. هي دائما يا بنات بتنزل ارقام ديال الخدمة، في ناس مسؤولين عن هالموضوع بردوا عليكم، هم بروفيشنال اكثر، حتى اكثر من صوفيا بالموضوع. يعني صوفيا يمكن ما تعرف تقول لكم عن العمليه، صوفيا اوكي عندها استيتيك بس يمكن هي مش دكتور، اما هدوك اللي في الخدمه هم يعني اللي الناس اللي تعرف تهضر معاكم تعطيكم السعر وكل شيء. هذه نقطه. في كثير بنات يحكوا معي مثلا انا على السناب لاني انا اكون عندي الوقت وبرد عليهم، صوفيا ما ردت علي. حبي حبيبتي، صوفيا دائما بتحط الارقام ديال الخدمه، انت ما عليكي الا تكلمي شو بدك، سمايل هوليود، شو بدك تجميل، شو بدك شفط حالي، شو بدك مدري شو، تكلمي المختصه وهي بتعطيك السعر وبتعطيك الموعد. لا تخافي، لا تقولي اني مثلا انا يمكن ما اشوف صوفيا، انا ما راح امن، انا بدي اضمن. راح تشوفي صوفيا عند الموعد، لكن انت يمكن صوفيا ما راح تهضر معاكي في البدايه عند لما تكلميها عن الموعد، لكن عند الموعد راح تشوفي صوفيا. صوفيا حتكون موجوده، ولو ما كانت موجوده لا تطمني، اكيد حتكون موجوده. ان كان في السمايل هوليود انتم شفتوا على السناب، هي موجوده في سمايل هوليود، هي موجوده في العمليات كاملين، فلا تخافوا انتم. الحكومه حتشوفوا صوفيا، بس صوفيا ما رح تقدر ترد عليكم وتعطيكم موعد وتعطيكم السعر وتعطيكم كل هذا الشيء. يعني انا دائما بتجيني على السناب بيقولوا لي البنات والله صوفيا ما ردت علينا، ورحنا سوينا التجميل عند فلان وخرب التجميل وفلان مدري شو اعمل. حبي نحن مالنا هون مركز بوليس، ومالنا هون تخليص حقوق. نحن الاستيك تبع صوفيا اذا كان في اي مشكله لا حقك تجي انت تهضري وتقولي حبي اوكي. لكن مثل ما قلت لكم لكن مثل ما قلت لكم انتم بتحكوا مع ارقام الخدمه، في موظفات مختصات اوكي بيردوا عليكم، وصوفيا رح تكون موجوده في الموعد معاكم. لا تخافوا، صوفيا حتكون موجوده. البنات اللي بيهضروا من اوروبا بيجوا لهون، صوفيا حتكون موجوده معاكم، حتجيبكم من المطار، حتكون مع بالسياره اللي بتيجي بتاخذكم، حتكون موجوده، حتستقبلكم صوفيا، حتاخذكم على الموعد. لكن يمكن صوفيا ما عندها الوقت حتى تديروا معها الموعد، تتكلموا معها في البدايه، سنابها مسحوم. لا تقولوا والله صوفيا ما ردت علي انا مدري ايش، لا حبي صوفيا رح تشوفيها بس على الموعد اوكي. هذه النقطه اللي بدنا نقولها. خلص يلا شكرا، الله يخلي لك الدفع عليها. فيك كروفيتا ولا سردينه؟ فينك الكروفيتا؟ فينك مين كروفيتا؟ ما ادري، واحده من الاسماك اللي عندهم موضوع مهم يطلعوا لنا. ايه فينا هم بدنا نحكي موضوع للناس يكون مهم. فيصل إثري، ميليسا نيشان. شفت فيصل؟ ميرسي يا عمري، ميرسي. ورا فهمنا اختي صافي. احنا طافيين صافي غسكتنا. قولي بس